شوفوا لي على كاسة هالحصرم اللي بتنهدى للملوك. يا سلام، اي والله هي بتبل القلب يا جماعة بهالشوبات. مرحبا يا أحلى عالم بالعالم. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب عصير حصرم على كيفكم، بما إنه هلأ موسم الحصرم. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. طبعا الكمية حسب رغبتكم انتو قديش بدكم تعملوا. أنا قطفت الحصرم وقمت العناقيز تبعاته كلياتها وغسلته كتير منيح، وهلأ بدي أسلقه بالمي. هلا حطيتهم بالطنجرة وبدي أضيف عليهم المي وأسلقهم كتير منيح. وهلا مثل مو شايفين أنا غمرتهم بالمي وحطيتهم على الغاز على نار عالية، بتركهم لحتى يستووا تماما. شايفين كيف بلش يتغير لون الحصرم؟ هلا تقريبا بياخد معنا سلق 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير وبيكونوا جاهزين. بس تبلش تفتح حبة الحصرم بهذا الشكل منطفي الغاز ومنحطهم بالمصفاية لحتى يبردوا تماما، بعدين منبلش عصير فيهم. هلا حبايب قلبي مثل مو شايفين انا قمتهم من على الغاز وحطيتهم بمصفاية، بخليهم لحتى يبردوا تماما ومبلش عصير فيهم. قمت الحصرم من المصفاية وعصرتهم شوي. هلا بدي كمل عصير الحصرم. شايفين بدنا نضل نعصرهم بهذا الشكل، وفيكم كمان تضربون على الخلاط. طبعا اللي مو جاي عنده الكهرباء بيعصرهم بايده بهذا الشكل، كمان بيطلع نفس النتيجة، بس بالخلاط اسرع واسهل. هلا مثل مو شايفين انا حطيتهم محضرة الطعام، بدي اضربهم ضربة خفيفة وحطهم فورا بالمصفاية. هلا خلطتهم بهذا الشكل وهلا فورا على المصفاية الناعمة. هلا بعد ما ضربناهم بالخلاط حطيتهم بالمصفاية وهلا بدي صفيهم كتير منيح. وهيك بعد ما عصرتهم وصفيتهم كتير منيح، وهلا بعد ما خلصت عصير كل الحصرم هلا بدي صفيهم بمنخلة ناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا صفيتهم بهذا الشكل. هلا انا حطيته على الغاز وبدي اغليه لمده ربع ساعه. مثل ما قلت لكم انا بدي ساوي بالملح وبالسكر، يعني عم ساوي كميه كبيره من الحصرم للطبخ وللشراب. بما انه نحن عم نساوي الحصرم مركز، هلا بنحط لكل لتر من الحصرم بنحط له كاستين كبار من السكر، لانه بدنا نزيده بالمي. طبعا ما بينشرب معنا هيك كتير تقيل بيطلع طعمته. هلا بدنا نحط كاستين من السكر، بنحركهم كتير منيح وبنتركهم لمدة ربع ساعة لحتى يعقد الحصرم معنا. وهلأ كل ما بتطلع عنا رغوة بنشيلها بهذا الشكل. هيك بعد ما صارلن ربع ساعة عم يغلوا، يعني عقدوا صاروا 100%. هلأ بطفي الغاز وبتركهم لحتى يبردوا. طبعا الحصرم اللي بالملح نفس الطريقة بنغلي. لكل لتر حصرم بنحط كاسة كبيرة من الملح الصخري. هلأ بعد ما خلصت عصير الحصرم، هلأ اللي زادوا عندي هدول بدي احط عليهم مي وارجع اعصرهم. هلا بدنا نرجع نصفيهم كتير منيح. هلا طول ما بنشوفهم لسه عم ينزلوا عصير حصرم بنضل بنضيف عليهم مي وبنعصرهم كتير منيح لحتى نطالع بس القشر. بنضل بنعصر مثل ما قلت لكم لحتى نطالع بس القشر. طبعا ما شاء الله طالعنا كمية كتير منيحة من المركز ومن الحصرم العادي، يعني اللي عم نعصره هلا ما بده مي، جاهز للشرب دغري. الاول اللي عملناه مثل ما قلت لكم هذا مركز لازم نضيف عليه مي. هلا هيك بعد ما خلصت عصير كل الحصرم شايفين كيف بس خليت القشر، يعني ما ضل فيهم عصير ابدا ابدا. شوفوا لي على عصير هالحصرم اللي بياخد العقل ما شاء الله هيك وببل القلب بهالشوبات. شي ناهي يا جماعة، لازم تجربوا هالوصفة وتدعوا لي عليها. وهذا المركز شايفين ما شاء الله، وطلعت كمية كتير كبيرة ما شاء الله، يعني من 5 كيلو طلع تقريبا شي 8 لتر من عصير الحصرم. وهيك خلص عنا أطيب عصير حصرم شامي على كيفكم. عملنا للطبخ وللشراب. مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، الحصرم اللي للطبخ بنحط عليه كاسة شاي ملح صخري لكل لتر. لكل لتر للعصير المركز تبع السكر بنحط كاستين كبار من السكر، لأنه بدنا نضيف عليه مي. حتى اللي بالملح لو طلع مالح معكم فيكم تضيفوه على الأكل، بس ما تضيفوا ملح للأكل. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم، تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس.